العالم كله بيتقدم كرويا وطالع لفوق، واحنا قررنا نضرب غطس لتحت لغايه ما رشقنا في القاع وخرمناه، وده انجاز تاريخي في حد ذاته. ايه خير مالكم؟ متفاجئين بالمنظر ده؟ لا بجد متفاجئين ولا بتمثلوا انكم متفاجئين؟ ايه كنتوا منتظرين مشهد احسن من كده؟ بأمارة ايه؟ عشان تدخل في اي مشكله في الدنيا وتحاول تحكم بين اطرافها لازم تعرف مين هم اطرافها وخلفياتهم عشان تدخل لكل واحد من منطقته ويبدا حوار ناس عاقله. لكن عندنا عمر ما هيبقى في حوار ناس عاقله، حوار بين مين ومين. واحد جاي يتمسك بالنظام واللوائح النهارده وعاوز ينسحب، وما انسحبتش ليه حضرتك لما الدوري بدأ بنظام وفجأة في نص الموسم قرروا يغيروه غصب عنك بعد ما عملت الفيلم بتاعك؟ ما انسحبتش ليه يوم ماتش جهاد جريشة والبلانتي وعملت نفس الفيلم وانسحاب والماتش هيتعاد ولا في اي حاجة حصلت وكلامك كله نزل على فشوش؟ لما كل مرة تعمل الفيلم ده وترجع عادي جدا يبقى الطبيعي انهم يعتبروك هفية ويعملوا فيك اي حاجة في اي وقت. مستغرب ليه؟ ومتنرفز ليه؟ ومنتظر منهم ايه؟ ما هم اتعودوا منك على كده، كل مرة مداخلات وتصريحات وفيديوهات وقرارات فورية وكله في الاخر بخ. حنفي خلاص هتنزل المرة دي، انما اعملي حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل ابدا. وواحد جاي رئيس اتحاد جوه لزوم تظبيط مناصبه بره، يعني الاتحاد بالنسبه له سلمه للواجهه مش اكتر، فما توجعوش دماغه اللي انتوا اصلا مش فيها. وواحد جاي مدير تنفيذي للاتحاد لزوم اكل العيش، يعني ولعوا كلكم في بعض، بس ابعدوا عن وظيفتي اللي ما تفهمش مؤهلاته ايه عشان يشتغلها، بس اهو كله اكل عيش. وواحد يقال انه اعلامي، لكن الصراحه هو ممكن يشتغل اي حاجه وكل حاجه غير الاعلام، لان المنتج اللي بتاخده منه في الاخر ممكن يتوجد على اي مصطبه في اي قهوه او شارع من شوارعنا، بس هي ارزاق والله. اعلامي بدرجه منسق عام لمصالح الشركه الراعيه، ورئيس لجنه مسابقات بالشفعه لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي قرر يقلبها عزبه ويعين نفسه عمده عليها. هو كده غصم واقتدار، وقاعد معانا من زمان ومستمر في القعاد، اهو منه ينظم لنا فشله وما يمنعش يشتغل بالمره صداده يلبس الشتيمه بدل البهوات اللي مستخبين في مكاتبهم، وبرضه يرزق مع اخواته ويبوس ايده شعر ودقن ويحمد ربنا اللي بيرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. لما كل الابطال دول يجتمعوا في مشهد واحد فبتكون النتيجه الفيلم اللي شغال دلوقتي ده. مش هنناقش التفاصيل لان اي حد معدي في الشارع هتساله هيقول لك الامن ملوش علاقه بالليله دي خالص، لان الماتش اتاجل للحد اللي هو العيد بذات نفسه. يعني من باب اولى لو الامن معترض هيقول لهم امشي من هنا ياض منك له 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 لها لها دي عشان سحر الهواري، امشي مفيش ماتشات هتتلعب لا سبت ولا حد ولا اتنين. وعشان ربك يفضح الكذب الامن نفسه امن يوم السبت ماتشين بجمهور في اسكندريه والاسماعيليه. الفيلم كله في كلمتين هو سبوبه الاعلانات على القناه اللي بتنقل ماتشين سموحه والمصري ما تنضربش، لان البديهي مصر كلها هتتفرج على الزمالك والمقصه اللي لسه ماتشهم الاول ناره ما بردتش. لكن عبقري زمانه حطه في التوقيت ده عشان يكب شويه جاز فوق النار اللي لسه ما اتطفتش ويولع في الكل كليله. وعاملين حسابهم ان الزمالك اخره كلمتين او سطرين او يومين او مقابلتين او اي حاجتين وهيهدى والكل هيتراضى وتبقى كده مربوحه وبارك الله فيما رزق. لكن سياده المستشار قفش المره دي بزياده، واللي زود القفشه المره دي انهم طنشوه. محدش اتحايل عليه زي كل مره لانهم عرفوا اخره، فحصل الصدام اللي مش هينفع فيه المره دي نبوس على راس بعض. المره دي فيها فايز وخسران، وغالبا الخسران هو اللي كان بيتنازل عن حقه كل مره بقعدات عرب وكلمتين وبوس راس. مش هتمشي المره دي زي كل مره بمعلش عشان خاطر مصر هي امك. وما تقوليش مصر هي امك راقده جوه. عموما وغالبا نهايه العالم في يوم من الايام هتكون بسبب ماتش للزمالك والمقصه، وما يحرقش دمك الا اللي يطلع لغرض في نفسه ينظر ويقول لك لا عيب الزمالك ما جاش. طيب ومنظرنا قصاد العالم؟ لا اطمن احنا ملناش منظر قصاد العالم اساسا، وغالبا كل اخبارنا الكرويه اللي بتوصلهم بتتذاع كفقره كوميديه. مش العيب اللي هيفضحنا ان الزمالك ما راحش الماتش، العيب هو المباريات اللي من غير جمهور من 5 سنين ويا عالم لامتى. العيب هو منظر ارضيات ملاعبنا، العيب هو النقل التلفزيوني الفضيحه، العيب هو المسابقات اللي بتتغير قوانينها في نصها تفصيل وعلى الكيف،
العيب هو القانون اللي بيطبق على نادي ونادي لا، والكلب مليون مكيال. العيب هو التحكيم المصري الكارثي اللي اول حكمين فيه وصلوا الكرة المصرية للعالمية من غير ما نوصل كاس العالم ولا نلاعب اي حد. واحد حسب ضربة جزاء من وحي احلامه وجاب لنا التريقة، والتاني ما حسبش ضربة جزاء وبرضه جاب لنا الجرسة زي اخوه. العيب في اعلام حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. النهارده اصحاب وحبايب لو مصالحنا واحده، وبكره مشرشحين بعض في الاقسام والمحاكم لو السبوبه ممكن تتلط. مفيش حاجه هتتصلح ويبقى الوضع على ما هو عليه لغايه ما نقرر نعالج الكوارث اللي عندنا وكلنا عارفينها. وافاجئكم ان مفيش حاجه هتحصل ولا حد هيعالج حاجه، لان كل الناس دي مستفيده من الوضع ده والدنيا معاهم زي الفل، والدنيا كلها هتتقدم واحنا هنتفرج عليهم كالعاده واحنا في مكاننا بروطات، لان العالم كله عنده اللي مش عندنا. دي منظومه مترتبه، وده اهم سؤال فيها، النظام.